السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسام عوار يواصل التألق في الدوري السعودي ويقود فريقه لصدارة ترتيب الدوري السعودي، وهذا ما جعل جماهير الاتحاد تنهال عليه بالمديح. شاهد الفيديو للأخير لتعرف ماذا قالوا، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. سجل لاعب المنتخب الوطني الجزائري حسام عوار الهدف الثالث لفريقه ضد الاتفاق، وهو الهدف السابع له هذا الموسم في الدوري السعودي. وبهذا التألق حول حسام رؤية مشجعي الاتحاد السعودي له، بعدما كانوا ينتقدونه كثيرا أصبحوا الآن يتغنون بأدائه الكبير. أحد المدونين في موقع إكس وصفه بكل الكلمات الجميلة، ثم ختم كلامه بالقول: نعم، حسام عوار أفضل لاعب جزائري. ومدون آخر كتب: حسام عوار رغم الانتقادات الكثيرة التي تلقاها، إلا أنه أهم أدوات بلان التكتيكية، لاعب خطورته القدوم من الخلف مع حس تهديفي عالي جدا جعله ينافس على صدارة الهدافين. مجهود ومهارة الهدف يستحق الإشادة. وأحسن تعليق جاء من سلطان الذي قال: القصور من الجمهور تجاه حسام عوار صار كأنه علامة ثابتة، يمتدح باستحياء عند تألقه ويقلل منه عند تقديم مستوى عادي. بيرجوين لحد الآن ما شفت منه الشيء الذي انتظرته منه، لدرجة لو يلعب مكانه معاذ فقيه ما راح أحس بغياب بيرجوين. عوار فنيا جيد، لكن استمراره في الحسم والتهديف والصناعة يدرس. وآخر مدون قال: ما كنت مقتنع فيه وشايفه بارد داخل الملعب، بس اتضح لي عكس ذلك. حسام عوار في أغلب المباريات والأهداف التي حققها يكون مساهم فيها، وله دور فعال في بناء أو صناعة الهجمة. واليوم شفنا تألق عوار بالصناعة والمراوغة التي ساهمت في تحقيق الفوز.